سيداتي أنساتي سادتي، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي المحدث الواعد أدام الله توفيقه وأزاده الله من علمه، المتبسط في أحاديثه البليغ في عرضه، له كل التقدير والإعزاز، ونحن ننتهز هذه الفرصة المتجددة لكي نتوجه إليه بالشكر والتحية. الهداية والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. قال تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما معنى التوفيق وهو الهداية في هذه حين تطرأ على الإنسان فكرة من غيره يستقبل الفكرة وهو خال من ضدها، أما إن استقبلها وفي جوفه الضد يزاحمها. فعايز تقبل الحاجة، طلع اللي في قلبك من مخالف واستقبل الاثنين، اللي يقتنع بيه عقلك دخله. إنما تيجي تستقبل الحاجة وقلبك مشغول بشيء. أولا احنا عندنا على نظرية الحيز ما يوجدش فيه حاجتين اثنين، المكان ما يوجدش فيه حاجتين اثنين أبدا، مش علم، ده بالفطرة والغريزات الطبيعية. بدليل ان الطفل الصغير لما يجي يلاقي اخوه قاعد في ريح ابوه، هو عايز يقعد في ريح ابوه، ما يجيش يقعد على اخوه انما يشد اخوه الاول علشان يقعد مطرحه. فكأنه بفطرته اهتدى الى ان الحيز ما يشغلوش حاجتين اثنين بالفطرة. فانا في قضايا الايمان عندي قضية والعياذ بالله قضية كفر، ثم دعيت إلى إيمان. ما خليش قضية الكفر في قلبي، أطلع قضية الكفر وبعدين أبحث الاثنين، الإيمان والكفر على السواء، واللي عقلي يقتني به كده يدخله. فاللي عايز بقى ربنا يعني يهديه للمنطق لازم يشرح صدر الإسلام، ما يستقبلوش كده بالله. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة هتدخل والثانية لازم تخرج الأولى. احنا لما نيجي نملى ازازه بميه نحطها كده تقوم تبقى ليه؟ ما يمكنش الميه تدخل على الهواء، لازم الهواء يطلع الاول، لان ما فيش اثنين يقعدوا في حيز واحد، يوم لازم الهواء يطلع. كذلك الايمان والكفر، قضيه كفر في القلب وجاي لك قضيه ايمان، لا يمكن ان تدخل قضيه الايمان والقلب فيه كده. اشرح صدرك للاسلام واستقبله كده بايه؟ وابحثوا بقى هو والكفر، يقوم تيجي الايه، واللي عايز بقى يتنوا ايه، مخلي الكفر، وبعدين يبقى كل كلام يجي بقى بعدين يترد. من يريد الله ان يهديه ايه؟ يشرح صدره للاسلام. معنى يشرح صدره ايه؟ يوسع صدره علشان يستقبل قضايا الاسلام، ما يخليهاش ضيقه بالقضايا الكافره اللي في قلبه. انما اللي هيخليه مش ممكن هيعتدي. وبعدين شوف كلمة كأنما ومن يريد أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. الله. طب اهي دي برضه لفتة إعجازية من القرآن ما كانش حد يعرفها. طب احنا دلوقتي لما بنعمل صواريخ بندي لها حركة ووقود، ايوه طبعا، علشان بس تنفد من جاذبية الأرض. لما تنفد من جاذبية الأرض مش عايزة وقود بقى، لأنها نفدت من جاذبية الأرض وهي متحركة، تفضل متحركة طول عمرها إلى أن يوجد من يوقفها. الشيء الساكن يظل ساكنا إلى أن يوجد من ما يحرك، والشيء المتحرك يظل متحركا إلى أن يوجد من إيه؟ فإذا العملية بنعملها والبتاع واللي مش عارف إيه، كل ده عشان تنفد منين؟ من منطقة الجاذبية. أهو أكن اللي يصعد فوق مش هيلاقي لا هواء ولا جاذبية. شوف ربنا بقى اداني اللي يصعد في السماء يبقى معناها صدره يضيق لان ما فيش ايه؟
يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اكن التصعيد الى السماء يعمل ايه؟ يخلي ما فيش هواء. نعم. معنى الخذلان هنا في معنى الخذلان في الآية ولا الايه؟ في الآية الضلال. أيوة. بمعنى الخذلان. لا الضلال عدم الاهتداء الى الغايه. لان في غايه وفي بدايه. البدايه بنسميها من، والغايه بنسميها ايه؟ الى. اذا شق طريق بنقول الطريق ده من المكان الفلاني الى المكان الفلاني. ده اذا كان المكان الفلاني ده احنا رايحين ولا فيش فيه حد. انما لو كان مثلا في حد برضه هيبقى الى هتبقى من، ومن تبقى الى. انا رايح من اسكندريه، من مصر للاسكندريه، اسكندريه برضه يجوا من ايه؟ يبقى مره المن تبقى الى ومره تبقى ايه؟ الى. الطريق لا يمكن ان يوجد الا بين شيئين ومسافه ايه؟ نقطعها. هذا الطريق لازم له مواصفات. هذه المواصفات لازم ناخد اقصر مسافه زي ما قلنا المستقيم. طب ولذلك قال الصراط المستقيم، ما تروحش لا كده ولا تيجي كده ولا تطلع كده ولا تنزل ايه؟ ولا تنزل. يبقى ما هو الضلال؟ هداية الإنسان إلى غايته من أقصر طريق بأقل زمن في أقل مسافة. زيارة القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. رأي فضيلتك في زيارة القبور. ايه؟ زيارة القبور مالها؟ زيارة القبور كانت ممنوعة في أول الإسلام، لأن كان زيارتهم في القبور كانوا يقولوا يا جبلي يلي هتسيبني لمين يلي ويعملوا بقى شغلانة كده. وكانوا حتى يوصوا الناس، يوصوا النسوان انهم لما يموتوا يعملوا لهم ايه؟ إذا مت فادعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. الله. فالإسلام جاي يخفف المسألة دي. رسول الله مات، يبقى دي يعني سلوى لكل مصاب في إنسانه. رسول الله اللي عنده مصيبة يشوف رسول الله مات. فلما هدأت النفوس وأشربت القلوب بحب الإيمان ومبادئه قال أنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور لأن كنت بتقولوا عندها كلام فارغ، إنما الآن فزوروها. الآن اطمأنيت إلى خميرة الدين. قولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين. يعني ما بزورش أهل بس، أنا بزور المؤمنين كلهم. لأن يمكن لما أدعي لواحد أهلي يكرمهم وياه. السلام عليكم دياركم أنتم السابقون وإحنا مش مبرئين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. السلام عليكم سلام مودع لا قال ولا تئم. فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصالحين. عذاب القبر وعذاب الآخرة. ما هو الفرق بين عذاب القبر وعذاب الآخرة؟ القبر ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب هيبقى في الآخرة. إنما القبر بس شرة الحياة منعت من النفس، وشاف نفسه مجندب في التراب فيعرض عليه عذابه في الآخرة. إن كان صالحا يعرض عليه العذاب، وإن كان مؤمنا يعرض عليه الثواب. وجوه شوف الجنة كده، يقوم طول ما هو شايف الحاجة الحلوة يبقى في سرور، وشايف الحاجة اللي تنتظره في الآخرة يبقى في عذاب. يبقى عذاب القبر عرض لمنازل الآخرة. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يعرضون على الزمن بالنسبة للإنسان إيه؟ حياته، مماته، بعثه. هم في الحياة ما عرضوش على النار. الفرعون ما عرضوش في الحياة على النار. خلاص، يبقى لم يبقى إلا زمانين اثنين: زمان الموت اللي هو البرزخ، وزمان الايه؟ الآخرة. أما زمان البرزخ فقال النار يعرضون عليها. ولما زمان الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني هنا عرض وهنا إدخال. يبقى هذا الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. والإنسان ساعة يعرض عليه، يعني مثلا
هو رئيس الجمهوريه ولا الملك عزمنا، وبعدين دخلنا كده لقينا ايه؟ موائد جميله قوي، اهي دي اللي هناكله. نفضل مبسوطين لحد ما نروح ناكل. طب واذا كان الواد دخل القسم في جريمه ولا بتاع، وشاف الفلكه متعيده والكرباج محطوط والسلسله والقيد ولسه ما عملوش في حاجه، يبقى بس معروضه عليه مسائل عذاب، يبقى في عذاب الى ان ياتي. الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.